نجاوب. باهي رئيس الحكومة بالنسبة للأولويات المقبلة يبدو أن الأمن وهيئة الدولة، كيفاش ترى العمل الحكومة في الفترة القادمة هذه؟ لا لا عبد الغني ما جاوبك. ثم نقطة اللي نجاوبك عليها. باهي جاوب دقيقة. نصف دقيقة. ثم قضية الجهويات أنا أرفضها جملة وتفصيل. أنا كي ناخذ الخريطة نتاعتي ناخذ 30 كيلومتر من البحر عمق 30 نجم خط من بنزرت حتى هذه كذاب فيه تنمية، ثم داخل ما ثماش تنمية. ولذا كل حديث على الجهويات هو حديث ناكر وفيه خلفيات، وأنا أرفضه رفضا تاما. ثم الوزراء أو من جهة واحدة هذا كيف أرفضه رفضا تاما، لأن الحكومات كل صحيح كما فترة الستينات كانت بقعة فيها الوزراء، أما من بعد أصبحت الوزراء وزع على بركين الكل، ولذلك تم عقلية زمها تنتهي هذه الجهويات، ولا بد أن تكون قد ماتت مع 50 عام ولا 60 عام اللي والثورة تجب ما قبلها. هذه نقطة أساسية يجب أن ننتبه منها في الإعلام، في الأحزاب، في الحديث، في الفكر، كل شيء. وشكرا. جاوبني توا على الأمن ولا نتعدى الجهة؟ جاوبك توا على الصحة. هاي الأمن سيد رئيس الحكومة احكي برشا على دور الأمن في المرحلة المقبلة. هل ترى أنه يعني يجب المحافظة على السياسة الأمنية الحالية أم ربما تطويرها أو الموجودة؟ السياسة الأمنية هي ضرب الناس بالأعصاب نتاع البوليس الإلكترونية، هذه السياسة الأمنية اللي كنا نعملها. أما تطوير السياسة الأمنية أن الشرطي أو جهاز الأمن هو حارس للشعب في أمنه وليس حارس الرئيس والحاكم في سلطانه. جهاز الأمن بتاعنا جهاز طيب لبس عليه، لكن فيه بعض عناصر سيئة هذه يمكن محاسبتها وأخذها، ولكن الشرطة هي أبناء الشعب، وحتى إذا كان فيه بعض تجاوزات قبل الإصلاح ما عدا بعض المجرمين كانوا منصهرين في النظام السابق هذول وقع محاسبتهم جزاء. برشا سيد حماد الجباري على يعني دور الأمن، وكل تقريبا الأحزاب أجمعت أنه لا نحكي ولا اقتصاد لا أي شيء لا سياسة إلا بل شيء معناه كتاب الأمن في البلاد. كيفاش يعني ريتكم ولا تراو المستقبل عمل وزارة الداخلية خاصة مع الحديث أنه سيبقى السيد السيد ولو برتبة يعني مغايرة عن وزارة الداخلية؟ مش